أجمل قصة تسمعوها على الزنا. ديروا حفظ لهذا الفيديو وبارطاجوه. واحد المرة جا واحد الشاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أذن لي بالزنا، أذن لي باش نزني. فسمعه الصحابة قالوا له: ألا تستحي أن تقول هذا لرسول الله؟ اصمت، اسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب مني. فاقترب ذلك الشاب وقال له: أترضى هذا لأمك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: أترضى هذا لأختك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: أترضى هذا لعمتك؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضون هذا لأمهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على قلبه وقال: اللهم اغفر لي ذنبي وطهر قلبه وحسن فرجه. يقولون قبل أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره كان أبغض وأكره المحرمات لذلك الشاب الزنا. فأكثروا من قول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي. كان معكم عبد الكافي، ما تنسوش تصلوا على الرسول. لايك ومتابعة. سلام.